والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما عن درس اليوم فإنه يتعلق بالحكم التجويدي لأي حرف من حروف الهجاء في القرآن الكريم. يا ترى هل نتلوه مفخما أم نتلوه مرققا؟ إذا عنوان الدرس التفخيم والترقيق. سؤال: ما معنى التفخيم؟ التفخيم هو التسميم، وحروف التفخيم هي حروف الاستعلاء. ما معنى الترقيق؟ الترقيق هو التنحيف، وحروف الترقيق هي حروف الاستفال. أخي الفاضل، أخي الكريم، هناك بعض حروف الهجاء في القرآن الكريم تفخم تفخيما مطلقا وتخضع لدرجات تسمى بدرجات التفخيم. فما هي حروف التفخيم التي تفخم تفخيما مطلقا في القرآن الكريم من بدئه إلى ختمه؟ تجتمع هذه الأحرف في الكلمات التالية: خص بها كم حرف؟ 5. ضغط كم حرف؟ 3. قض كم حرف؟ حرفان. لو قمت بعملية جمع لهذه الأحرف ستجدها 7. أخي الفاضل، حتى لا يضيع منك هذا الدرس سأسألك أسئلة محددة. فلو سألتك: ما عدد أيام الأسبوع؟ ما عدد السماوات؟ ما عدد الأرضين؟ الطواف بالبيت؟ السعي بين الصفا والمروة؟ كذا حروف التفخيم المطلق 7. أخذنا الرقم 7. فما هي خص ضغط قض؟ إذا هذه حروف التفخيم المطلق التي ينبغي علينا أن نقوم بتفخيمها، أي بتسمينها أثناء قراءة أو التلاوة ووفقا لدرجات. الدرجات تسمى بدرجات التفخيم، ودرجات التفخيم في القرآن الكريم 5. فما هي؟ الفتح مع المد الدرجة الأولى، الفتح فقط الدرجة الثانية، الضم الدرجة الثالثة، السكون الدرجة الرابعة، الكسر الدرجة الخامسة والأخيرة. نريد أن نطبق ذلك تطبيقا عمليا. فلو أخذنا الحرف الأول من حروف التفخيم اللي هو حرف إيه؟ خص. وطبقنا عليه هذه القاعدة أي درجات التفخيم. فلو فتح وتبع المد نقول خالق. نقول إيه؟ اسمع جيد، خالق. لو فتح فقط نقول خالق. أقل أم أكثر؟ أقل. خالق. شوف، أكثر. خالق أقل. فلو قمنا بضمه نقول خلق أقل. لو سكن يخلق أقل. لو كسر خلق أقل. بقى الحرف واحد، ولكن درجة التفخيم تختلف حسب قاعدة التشكيل. فعليك أثناء التلاوة بالالتزام. أمر سهل وميسور، إلا أنه يحتاج إلى تدريب عملي، وسنقوم بتطبيق ذلك إن شاء الله. أخي الفاضل، يبقى لنا حرفان وهما الراء واللام، يفخما ويرققا وفقا للأحكام. الكلام الآن عن حرف إيه؟ اللام والراء. يفخما أي تتلى مفخمة، ويرققا أي تتلى مرققة وفقا للأحكام. فما هي الأحكام؟ لو سبق حرف اللام في لفظ الجلالة الفتح تلوناه مفخما. لو سبق حرف اللام في لفظ الجلالة ايه؟ الفتح نتلوه مفخما، نقول الله الله. لو سبق بضم نتلوه مفخما، نقول أعابه الله. أما لو كسر نقول لله بترتيب. سبق بكسر سبق بكسر نقول بسم الله. البسمة بتقول بسم الله ولا بسم الله؟ بسم الله. هكذا نكون قد انتهينا من الحكم التجويدي الخاص بحرف اللام في القرآن الكريم من بدئه إلى ختمه.
متى نتلوه مفخما ومتى نتلوه مرققا. يعطى لنا حرفا واحدا وحرف الراء يفخم ويرقق وفقا للأحكام. كيف أعرف؟ الأمر سهل وميسور إن شاء الله. عليك أن تتحرى موضع حرف الراء في الكلمة القرآنية. حرف الراء في الكلمة القرآنية في أي موضع يكون، إما في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. هل هناك موضع رابع؟ الإجابة لا. فلو كان حرف الراء في أول الكلمة، القاعدة الأساسية بالنسبة للغة العربية الحرف الأول لا بد أن يكون متحرك بفتح أو بضم أو بكسر. هل يأتي ساكن؟ الإجابة لا. هل يأتي مشدد؟ الإجابة لا، لأن التشديد عبارة عن تضعيف. يلتقي ساكن بمتحرك ويضغم الحرفين سويا يصير حرفا واحدا ويسمى بالحرف المشدد، ولا يأتي ساكن. إذا لا وجه لتشديد أساسي لحرف الراء في القرآن الكريم. أما لو وجدته مشددا، التشديد ليس بتشديد أساسي لكنه لبيان حكم تجويدي. فما هو الحكم التجويدي الخاص بحرف الراء في أول الكلمة؟ لو كان مفتوحا تلوناه مفخما، مضموما تلوناه مفخما، مكسورا تلوناه مفخما. التطبيق العملي عندما نقول رسول، رسول سمع راء، نضم نقول رسل، نكسر نقول رسالة أو رجال. راء رو ري، راء رو ري، يبقى الفتح تفخيم، الضم تفخيم، الكسر ترقيق. يبقى لكم حالة يخضع حرف الراء في أول الكلمة؟ 3. ننتقل إلى وسط الكلمة. ما ينطبق على حرف الراء في أولها؟ ينطبق على حرف الراء في وسطها في حالة الحركة. فلو كان مفتوحا تلوناه مفخما، لو كان مضموما تلوناه مفخما، لو كان مكسورا تلوناه مرققا. دول كم حالة؟ والكلام عن حرف الراء فين؟ في وسط الكلمة القرآنية. فما هو الحكم التجويدي لو شدد حرف الراء؟ التشديد الخاص بحرف الراء في وسط الكلمة إما أن يكون بفتح أو بضم أو بكسر. بفتح الرسول، بضم الرسل، بكسر الرجال. برضو راء رو ري. التشديد بالفتح تفخيم، التشديد بالضم تفخيم، التشديد بالكسر ترقيق. فما هو الحكم لو سكن؟ لو سكن حرف الراء في وسط الكلمة القرآنية يخضع لأحكام 4، وهي لو سكن وسبق بفتح تلوناه مفخما نحو الأرض، الأرض. لو سكن وسبق بضم تلوناه مفخما نحو نرسل. لو سكن وسبق بكسر فلا تتعجل، بل عليك أن تنظر للحرف اللاحق. فلو كان الحرف اللاحق حرفا من حروف التفخيم فخمناه، حرفا من حروف الترقيق رققناه. التطبيق العملي انما تقل فرقة، حرف الراء ساكن سبق بكسر اللي قال حرف القاف من حروف التفخيم. اما عندما تقل فرعون حرف الراء ساكن وسبق بكسر الا انه تبقى مرقق يكن للترقيق اقرب. يبقى لو سكن حرف الراء في وسط الكلمة القرآنية يخضع لكم حالة؟ 10 حالات. كله 10 حالات. الكل 10. ركز يا أخي الفاضل، ركز يا أخي الفاضل، ولا تتعجل في الإجابة. قبل أن تنطق الكلمة ملك لك، فلو أطلقتها كانت لك أو عليك، فاللهم اجعلها لنا لا علينا. احنا بنقول حرف الراء في وسط الكلمة مفتوح مضموم مكسور كم حالة؟ مشدد بفتح بضم بكسر كم حالة؟ 3 مضاف إليه 3 سر المجموع. فلو سكن له كم حالة؟ يبقى 4 و6 عدد الأصابع في اليدين حتى لا تنسى. أخي الفاضل،
فلننتقل على بركة الله إلى حكم حرف الراء في آخر الكلمة القرآنية. كيف نتلوه امتثالا لأمر واقتداء بهدي؟ أما عن الأمر ورتل القرآن ترتيلا، أما عن الهدي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخي الفاضل، لو فتح حرف الراء في نهاية الكلمة القرآنية وصلا للتلاوة فخمناه، ضم وصلا للتلاوة فخمناه، كسر وصلا للتلاوة رققناه. وصلا للتلاوة لو شدد بفتح فخمناه، شدد بضم فخمناه، شدد بكسر رققناه. ما عدد هذه الحالات؟ 3 و3. 3 مضاف إليها 3 يصير المجموع كام؟ 6. طيب، فما هو الحكم التجويدي لو سكن حرف الراء في آخر الكلمة، سواء كان بسكون أساسي أم بسكون عارض؟ الإجابة ننظر إلى الحرف السابق. لو سكن وسبق بفتح تلوناه مفخما نحو نار، النار ولا نار؟ نار. لو سكن وسبق بضم تلوناه مفخما نحو نور، النار ولا نور؟ لو سكن وسبق بكسر تلوناه مفخما نحو قدير، خبير، بشير، نذير. يبقى عدد الحالات كام؟ لو تحرك بفتح أو ضم أو بكسر نتلوه وفقا لقاعدة التشكيل. 3. شدد بفتح أو بضم أو بكسر وصلا للتلاوة نتلوه وفقا لقاعدة التشكيل. 3. لو سكن أيضا 3. يبقى 3 في 3. ما بكم يا أيها الإخوة الأفاضل؟ أخي ركز. طيب، فما هو الحكم التجويدي لو سكن حرف الراء في آخر الكلمة وسبق بساكن؟ يبقى حرف الراء هنا ايه؟ ساكن، واللي قبله ايه؟ ساكن. كيف نتلوه؟ الكلام عن قاعدة التفخيم والترقيق. بمعنى يا ترى نتلوه مفخمة أم نتلوه مرققة؟ الإجابة ننظر إلى الحرف السابق لحرف الراء الساكن. نحو بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن حرف الراء هنا شدد بفتح يبقى يفخم. الرحيم حرف الراء شدد بفتح نتلوه مفخمة. فلا تقل بعد الآن بسم الله الرحمن الرحيم. ما بك يا رجل؟ أين تفخيم حرف الراء؟ هذا حكم تجويدي. رحمن، رحيم، والعصر، حرف الراء هنا ساكن، سكون أساسي أم بسكون عارض وسبق بساكن. الحرف السابق حرف العين، ساكن وسبق بساكن وسبق بفتح نتلوه مفخمة. إن الإنسان لفي خسر. حرف الراء ساكن وسبق بساكن وسبق ضم نتلوه مفخم. أما كلمة الحجر كلمة القرآنية، نعم، ساكن سبق بساكن سبق بكسر نتلوه مفخم. سهلة جدا، بسيطة جدا. ما عدد الحالات حتى الآن؟ 11. الله أكبر. مكتكم يا مشايخ، الله أكبر. فتح ضم كسر وصل للكلام، دول كام؟ شديدة بفتح أو بضم أو بكسر، دول كام؟ 3 و3 6. سكن 3 حالات. سكن وسبق بفتح فخمناه، سكن وسبق بضم فخمناه، سبق وسبق بكسر مرققناه، دول كام؟ 9. سكن وسبق بساكن لكم حالة 12. فلو نون حرف الراء بتنوين منصوب وصلا للتلاوة أو مرفوع أو مكسور أيضا وصلا للتلاوة
فلو كان التنوين تنوينا منصوبا فخمناه، تنوينا مرفوعا فخمناه، بتنوين مكسور رققناه. نحن غفورا، وصلا للتلاوة فخم غفور، وصلا للتلاوة أيضا فخم. أما لو كان تنوين مكسور، وصلا للتلاوة مكروه مخففا. يبقى مع عدد هذه الحالات 12 و3 15. يبقى حرف الراء في أول الكلمة له كم حالة؟ 3، وفي وسطه 10، يبقى 3 و10، وفي آخر الكلمة له كم حالة؟ 15. 15 و13. احفظ هذا الرقم، عدد حروف الهجاء في القرآن الكريم. الله أكبر، بسيطة جدا، سهلة جدا. يبقى عدد حروف الهجاء في القرآن الكريم. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأساسية الخاصة بحرف الراء. لكن لكل قاعدة استثناء. فما هو الاستثناء؟ لو سكن حرف الراء في وسط الكلمة وسبق بكسر وتبع لمرقق، الحكم التجويد التفخيم أم ترقيق؟ الإجابة ترقيق. الاستثناء إلا إذا كان الحرف السابق همزة وصل، يفخم حرف الراء بعد همزة الوصل تفخيم مطلقا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. ارجعي ولا ارجعي؟ ارجعي تفخيم، يبقى يفخم حرف الراء بعد همزة الوصل. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أخي الفاضل الكريم، أما فيما يتعلق بحكم حرف الراء لو سكن في آخر الكلمة، لو سكن فين؟ وسبق بساكن، ننظر للحرف السابق. فلو كان الحرف السابق مفتوحا فخمناه، أليس كذلك؟ الإجابة نعم. أما الاستثناء يرقق حرف الراء بعد مد اللين ترقيقا مطلقا. بمعنى، ففي كلمة خير المد هنا يسمى بمد لين. نقول خير ولا خير؟ خير. يرقق حرف الراء بعد مد اللين ترقيقا مطلقا، وسيتم بيان ذلك بتوضيح أكثر عندما نلتقي بالوجود إن شاء الله. يبقى ما عدد الحالات حتى الآن؟ يبقى 28 حالة أساسية، أضف إليها 2 يصير المجموع كام؟ ما عدد أيام الشهر عادة؟ إذا كانت السنة سنة بسيطة، فلو كانت السنة سنة كبيسة يبقى ما عدد أيام الشهر؟ الحالة الأخيرة وهي الإمالة، تسمى بالإمالة. ما معنى الإمالة؟ جعل الحرف بين، فلا هو مفتوح بفتح محض ولا هو مكسور بكسر محض. رسول هذه مفتوح، رجال هذه مكسور، وفقا لقاعدة التشكيل راء فتح راء، ري كسر ري. أما في قوله سبحانه مجريها، فلو قلنا مجرى تلوناه بفتح وهذا خطأ، لو قلنا مجريها تلوناه بكسر وهذا خطأ. أين الصواب؟ أن تجعل حرف الراء بين، ويسمى هذا الحكم التجويدي بالإمالة. مجري، سمع، لا راء ولا ري،
بهذا نكون قد انتهينا من الحكم التجويدي الخاص بحرف الراء في القرآن الكريم من بدئه إلى خاتمه. السؤال: لماذا نفخم؟ لماذا نرقق؟ كيف نفخم؟ كيف نرقق؟ السؤال مرة ثانية: لماذا نفخم؟ لماذا نرقق؟ كيف نفخم؟ كيف نرقق؟ أخي الكريم، الخطأ الذي يترتب على عدم تطبيق قاعدة التفخيم والترقيق خطأ جلي يترتب عليه تغيير معنى، خاصة إذا كان الحرف المفخم يتفق في الموضع والمخرج مع الحرف المرقق. بمعنى حرف القاف تفخيم أم ترقيق؟ هذا حروف خاصة ضغط. حرف الكاف تفخيم أم ترقيق؟ ترقيق. وعندما نتلو قول المولى سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قل، يبقى الحرف هنا حرف ايه؟ قاف تفخيم. فلو تلوته هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، كل ما بك يا رجل، كل من الأكل. عندما تعزم الضيف أو الصديق فتقول له كل، تفضل كل، أليس كذلك؟ نعم. أما الحرف هنا حرف قاف، فعندما سأل المشركون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد صف لنا إلهك من أي كذا وكذا وكذا، أسئلة متعددة وغريبة، فانتظر حتى نزل عليه جبريل عليه السلام، وكان الرد من قبل الواحد الأحد الفرد الصمد: قل لهم يا محمد. يبقى الأمر هنا يتعلق بالقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا فايدة التفخيم والترقيق. إن لم نفخم حرف القاف انقلب منك إلى إلى كاف. طيب، فإن لم نرقق حرف الكاف انقلب منك إلى قاف. يعني أنت تمسك كده المصحف هتقسم حروف الهجاء إلى قسمين: حروف المفخمة تفخيما مطلق اللي هي السبعة، الرأي واللام يوصل للأحكام يصير المجموع كام؟ 7 و2 كام يا رجالة؟ الله أكبر. ما عدد حروف الهجاء في القرآن الكريم؟ 28 مطروح منه 9 بقى كام؟ الباقي. يا سلام، عليه العوض 17، عليه العوض، عليه العوض. معاك 28 ريال، صرفت 9 ريال، يتبقى معاك كام ريال؟ لا دي تطلع مظبوطه قوي. معاك 28 جنيه، صرفت 9 جنيه، يتبقى معاك كام جنيه؟ دي سهله قوي. انما عدد حروف الهجاء 28 حرف. التفخيم المطلق والتفخيم وفقا لاحكام حرفان يصير المجموع 9، تطرحهم من ال 28 فضلت الشيخ بيقول لك 17. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ان دين محمد اقوم حجة واعظم قيلا. الله اكبر. ظهر الهلال فاطفئوا القنديل، يا راغبين شفاعة الحبيب المصطفى، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليك سيدي يا رسول الله. اخي الفاضل، فإن لم نرقق حرف الكاف انقلب إلى قاف. نعم. فلو أن هناك إنسان أدركته الوفاة وذهبوا إليه ليقبروه، ذهبت أنت متأخرا فوجدت راجل راجع، فبتسأله: ماذا فعلتم
ميت قال لك أقبرناه، قال لك إيه؟ ما معنى أقبرناه؟ دفناه خلاص، الله يرحمه وارحمنا جميعا يا رب. اسمع معي أيها الحبيب، إذا كنت مؤذنا أو مقيما للصلاة، الحرف هنا كاف أم قاف؟ كاف. تقول الله أكبر، الله أكبر. سمع؟ اسمع جيد، انصاف. الله أكبر وليس أقو، كما يؤذن البعض بلا علم، وهذا خطأ تجويدي. فلو قلت الله أكبر، ما معنى ذلك يا أخي؟ إنه خطأ جلي، إنه خطأ جلي يترتب عليه تغيير معنى. أعتقد فهمتم ذلك. نقول الله أكبر، أكبر ما استغفر الله وحاشا لله، كل من عليها فان إلا. هذا هو يا أخي. فلا تقل بعد الآن إذا كنت مؤذنا أو مقيما للصلاة الله أكبر، الله أكبر. ما بك يا رجل؟ الله أكبر. ده الحرف هنا. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل. يبقى الحرف هنا قاف أم كاف؟ فلو قلت كل الطعام، كلم البامية وكلم الملوخية وكلم البطاطا وكلم الباذنجان، هل هذا يصح أيها الحبيب؟ لا يا أخي. علينا أن نفرق بين القاف والكاف أثناء القراءة والتلاوة، فإن لم نفخم حرف القاف انقلب إلى كاف، والعكس بالعكس، إن لم نرقق حرف الكاف انقلب إلى قاف. قصة حرف الخاء لا ينقلب، ولكن تلاوته وفقا لقاعدة التفخيم. قصة حرف الصاد إن لم تقم بتفخيمه لانقلب إلى سين، بمعنى لو كنت مؤذنا أو مقيما للصلاة تقول حي على الصلاة، حي عليه صلاة. ألم نشرح لك صدرك. فلو قلت حي على الصلاة هل يصح ذلك؟ الإجابة ما معنى صلاة؟ لا لها معنى، إذا كنت فلاح ستعرف ذلك. بعد حلب اللبن ووضعه في الإناء الخاص به، يختلف هذا الإناء من بلد لبلد لبلد، فمن يسموه طاجن واللي بيسموه الشالية واللي بيسموه أسماء متعددة، اللي لا يعيني ذلك في شيء. ولكن خلاصة القول تطفو القشطة على أعلى، واللي تحت يصير إيه؟ لبن، لبن رايب. أنتوا مش فلاحين؟ مش عارفين الكلام ده يا فلاحين. القشطة يجمعها الفلاح أو ربة البيت وتضع عليها ملح أو ملح، فتتحول القشطة إلى إيه؟ زبدة، حتى لا تتعرض للدود. يبقى الملح مادة حافظة لهذه القشطة، فتتحول إلى إيه؟ زبدة. تجمع قدر معين من الزبدة ثم تقوم بعد ذلك بسليه لكي يتحول إلى سم. يبقى إذن سلاة يعني حولناها. كلهم حي على السلاة يعني تعالوا نحول. مشكلة خطأ جلي يترتب عليه تغيير المعنى. فلا تقل بعد الآن حرف الصاد تقوم بتخريجه من حرف السين أو من موضع أو من مخرج حرف السين، حتى لا تقع في خطأ جلي يترتب عليه تغيير المعنى. ففي قوله سبحانه ألم نشرح لك صدرك، يبقى الحرف هنا صاد بسين. فلو قلت ألم نشرح لك صدرك، ما معنى الصدر؟ هذا كلمة أخرى، إنما الصدر معروف. لو قلت سألت أي إنسان أين صدرك، هذا معروف. إنما الصدر
السر الذي حاجة ثانية تتعلق بشيء آخر أو أمر آخر. خصها ضغط الكلام الآن عن حرف الضاد وفقا لقاعدة التفخيم والترقيق. يفخم حرف الضاد في القرآن من بدءه إلى ختمه وفقا لدرجات التفخيم الخمسة. يفخم حرف الضاد في القرآن الكريم من بدءه إلى ختمه وفقا لدرجات الخمس. ولكن الخطأ هنا والكلام عن حرف الضاد لو عزلت عن المخرج الخاص بحرف الضاد. ركز معي أيها الحبيب، فلو قمت بتخريجه من مخرج حرف الدال ستقول ولا الدالين، كلمة لها معنى الدال على الشيء، وهذا خطأ تجويدي خطأ جلي يترتب عليه تغيير المعنى. فلو قلت ولا الطالين بل انظر ليه أيضا خطأ جلي يترتب عليه تغيير المعنى. فلو قلت ولا الضالين أيضا خطأ جلي يترتب عليه تغيير المعنى من كلمة ضل. لا يلتقي طرف اللسان بثنايا الأسنان أثناء تلاوة هذا الحرف والكلام عن حرف الضاد. الصواب والله المستعان حرف الضاد حرف استطالة يشترك لسان أكمله أثناء النطق به، شرط ألا يلتقي طرف اللسان بثنايا الأسنان. نقول على بركة الله ولا الضاء، سمع جيد، ولا الضاء ولا الضاء، خاصة أنك تتلوها يوميا إجبارا لا اختيارا 17 مرة في فاتحة الكتاب. الصبح كم ركعة؟ الصبح 4. الفرض الصبح والظهر يصير المجموع، العصر يصير المجموع، المغرب والعشاء يصير المجموع. وفي كل ركعة تتلو قول المولى سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، ولا الضاء. يبقى الحرف هنا حرف الضاد أيها الأحبة، فعلينا أن نتلوه ضاد، لا نقم بتلاوته ذال أو طاء أو ضاء، فهذه أخطاء جلية يترتب عليها تغيير المعنى. خص ضغط حرف الغين لا ينقلب لكن يفخم وفقا للدرجات الخمس. ضغط حرف الطاء خلقنا من أي مادة؟ من طين، فلو قمت بترقيقه لقلت من تين، وهناك فرق بين الطين والتين. فنقول في قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون، الحرف هنا ايه؟ تاء، تبقى كلمة الله معي. التين بلاد الشام، بلاد التين، بلاد الزيتون. والتين ايه؟ هل يصح ان تتلو هكذا والطين والزيتون؟ يصح كده؟ لا، هذا خطأ. اين الخطأ؟ عدم ترقيق التاء. بحرف التاء في القرآن الكريم يرقق من بدءه إلى ختمه، الطاء يفخم في القرآن من بدءه إلى ختمه. فنقول على سبيل المثال حتى لا تنسى رزقك الله بطفل، رزقك الله، ولا نقل رزقك الله بطفل بعد 9 أشهر حمل جيب لك كيس شاي ولا كيف؟ هل يصح ذلك أيها الأحبة؟ نعم يا أخي الفاضل. لم نفخم حرف الطاء انقلب إلى تاء، إن لم نرقق حرف التاء انقلب إلى طاء،
وهذا خطأ جلي يترتب عليه تغيير المعنى. خص ضغط قف يبقى لنا حرفان وهما حرف ايه؟ القاف والضاء. قلت لحضراتكم قبل ذلك عن حرف القاف ينبغي علينا أن نتلوه مفخما. لماذا؟ ترقيقه يؤدي إلى الوقوع في خطأ جلي. ففي قول المولى سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل، يبقى الحرف ايه؟ قل لهم يا محمد اللهم صل عليه. ولو قلت كل هذا خطأ جلي. كل عندما يأتي لك الضيف تقول له ايه؟ عايز يتكلم تقول له قل لنا يا شيخ او حدثنا يا شيخ او اخبرنا يا شيخ. عايز تقدم له الطعام بتقول له ايه؟ كل يا شيخ تفضل بالهنا والشفا. أليس كذلك؟ يبقى عليكم ان تفرقوا بين حرف القاف والكاف اثناء التلاوه حتى لا تقعوا في خطأ يترتب عليه تغيير المعنى. خص ضغط قوي. ايضا يفخم حرف الضاء في القرآن من بدء إلى آخره. السؤال: لماذا نفخم؟ لماذا نرقق؟ الإجابة: حتى لا نقع في خطأ جلي يترتب عليه تغيير المعنى. السؤال: كيف نفخم؟ كيف نرقق؟ السؤال: ازاي نفخم وازاي نرقق؟ كيف وكيف نرقق؟ الإجابة سهلة وميسورة. أخي الفاضل، لو ارتفع اللسان داخل الفم إلى أعلى ظهر الحيز أضيق أم أوسع؟ الله أكبر. ما بكم يا مشايخ؟ قرب العملية شوي. خرطوم المي يسموه اللاي، لما تتك على فوهة الخرطوم الماء بتروح فين؟ لبعيد أقوى. لماذا؟ كلما قل الحيز كلما زادت قوة الدفع. أظن دي سهلة دي نقررها أكثر. جميع السيارات في العالم جميع ايه؟ بتمشي على ايه؟ على عجل يا مشاي. وتمشي على ايه؟ طب والعجل دي في قلبه ايه؟ هواء. الهواء اللي داخل العجله خدوه من حيز ايه؟ الواسع حطوه في حيز ايه؟ ضيق. التريلا بتشتريها كم طن؟ تحدث ولا حرج. منها 70 وال80 وال90 وال100 وال120. ما معنى ذلك؟ كلما قل الحيز زادت قوة ايه؟ الدفع. هكذا لو ارتفع اللسان الى اعلى يبقى زاد الحيز ام نقص؟ نقص. يبقى قوة الدفع اقوى. لذا نقول صا. سمع؟ صا سا صا سا. ضاق الحيز صاد. زاد الحيز سين. قا كا قا كا قا كا. وهكذا أيها الأحبة. ما أهمية هذا الدرس؟ هذا الدرس هام بل مهم لكل مسلم. لماذا؟ حتى لا يقع في خطأ جلي يترتب عليه تغيير معنى دون أن يدري. ففي قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، الحرف هنا قاف أم كاف؟ قل اهدنا الصراط المستقيم. ما بك يا رجل؟ ما بك يا رجل؟ هذا خطأ جلي انقلب منك حرف القاف إلى كاف. ما معنى المستقيم؟ ما معنى المستقيم؟ أنا لا أعرف معناها. ما معناها؟ إنما المستقيم الطريق الواضح. الإسلام أكثر طرق توصل لرب العزة والجلال. أخي الفاضل، وبعد أن أخذنا التفخيم والتدقيق كتجويد علمي سنلتقي به الآن كتجويد عملي حتى نطبق التجويد العملي بالتجويد العلمي. ما في فاتحة الكتاب؟ افتح بقى معايا كده فاتحة الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بقى هو التطبيق العملي. الباء ترقيق، السين ترقيق، الميم ترقيق، همزة الوصل تسهل وصل التلاوة، سبق حرف اللام في لفظ الجلالة بحرف الميم المكسور تسهيلا لهمزة الوصل نتلوه مرققا. نقول بسم الله، نقول ايه؟ بسم الله، ولا بسم الله؟ نقول ايه؟ بسم الله. بسم الله. اللام ترقيق، لماذا؟ سبق بكسر تسهيلا لهمزة الوصل. الهاء ترقيق. الرحمن، الهمزة همزة وصل، واللام لام شمسية تكتب ولا تقرأ. وصلنا الآن إلى حرف الراء في كلمة الرحمن. راء، حرف الراء هنا فتح أم ضم أم كسر؟ لا حول ولا قوة، لا فتح ولا ضم ولا كسر، بل شدد بذلك. ركز يا رجل، لك ركز يا رجل، الأمر سهل وميسور، ولكن ركز، ركز يا أخي. حرف الراء هنا شدد إيه؟ شدد. وإذا شدد حرف الراء فتح تلوناه مفخما. راء. فلا تقل بعد الآن بسم الله الرحمن الرحيم. ما بك يا رجل، هذا خطأ تجويدي، والخطأ هنا خاص بحرف الراء. لماذا؟ إذا شدد حرف الراء بفتح صار مفخما. الرحمن، الرحمن راء. فأنا بعد الآن إذا فتح. نعم. وصلنا الآن إلى حرف الحاء ترقيق، الميم ترقيق، المد الطبيعي، النون ترقيق. الرحيم همزة وصل لام الشمسية الراء تفخيم، لماذا شدد بفتح النون مفخمة. الحاء ترقيق، الياء مدية، الميم ترقيق، المد عارض بسكون عارض. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الهمز ترقيق، اللام ترقيق، الحاء ترقيق، الميم ترقيق، الدال ترقيق. لله. كسر حرف اللام في لفظ الجلالة. إذا كسر حرف اللام في لفظ الجلالة رققناه، إذا صرف بكسر رققناه. نقول الحمد لله ولا الحمد لله؟ انفعش. الحمد ايه؟ لله. ترقيق والهاء ترقيق. ربي، ادي حرف الراء. حرف الراء هنا فتح ام ضم ام كسر؟ فتح. لا تقرأ، فتح عليه فتحة قدامك شيء. يبقى وإذا فتح حرف الراء صار مفخما. الباء ترقيق. العالمين، الهام ترقيق، لام قمرية ترقيق، العين ترقيق، المد طبيعي، اللام ترقيق، الميم ترقيق، المد عارض سكون عارض، النون ترقيق. الرحمن الرحيم. رحمن، رحيم، رحمن، رحيم، رحمن، رحيم. الهمز ترقيق، اللام شمسية تسهل وصل التلاوة تكتب ولا تقرأ. الراء تفخيم، لماذا شدد حرف الراء بفتح المسلوب طبعا. الحاء ترقيق، الميم ترقيق، المد طبيعي، النون ترقيق. الرحيم همزة وصل لام الشمسية الراء تفخيم شدد بفتح. الحاء ترقيق، الياء مدية، الميم ترقيق، المد عارض بسكون عارض. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك. الكل ترقيق، الميم ترقيق، المد طبيعي، اللام ترقيق، الكاف ترقيق. يومي، الياء ترقيق، الواو ترقيق، الميم ترقيق. الدين الكل ترقيق. همزة وصل لام شمسية، الدال ترقيق، الياء مدية، المد عارض، النون ترقيق. إياك نعبد وإياك نستعين. الهمز ترقيق، الياء ترقيق، المد طبيعي، الكاف ترقيق. إياك ك نعبد، النون ترقيق، العين ترقيق، الياء ترقيق، الدال ترقيق. وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت يا الله، ولا نستعين إلا بك يا الله. وإياك الواو ترقيق، الهمز ترقيق، الياء ترقيق، المد طبيعي، الكاف ترقيق.
نستعين. النون ترقيق، السين ترقيق، تاء ترقيق، العين ترقيق، الياء مادية، النون ترقيق. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا. الهمز ترقيق، والهاء ترقيق، الدال ترقيق، النون ترقيق، المد طبيعي. الصراط همزة وصل، لام شمسية. الصاد تفخيم، صا صو صي، صا صو صي. أما السين شا شو سي. الصاد صا صو صي. السين شا شو سي. يبقى الصي. راء، الراء تفخيم. لماذا؟ فتح، وإذا فتح حرف الراء المادة طبيعي. وصلنا الآن إلى حرف الطاء في فاتحة الكتاب، ويفخم حرف الطاء في القرآن من بدءه إلى ختمه. أما بالنسبة للدرجة، التفخيم الخاص بحرف الطاء هنا من الدرجة الرابعة لأنه ساكن. فتح وصف الصراط لو وقفنا هكذا، ولكن الوصف هذا وصل للتلاوة فتح نتلوه مفخمة. أما عن الدرجة الثانية المستقيم همزة وصل، لام قمري ترقيق، الميم ترقيق، السين ترقيق، تاء ترقيق، القاف تفخيم. فلا تقل بعد الآن المستقيم. المستقيم يبقى قمت بتخريج حرف القاف من مخرج حرف الكاف خطأ جلي يترتب عليه تغيير المعنى. أما بالنسبة لدرجة التفخيم كونه مكسور تبقى الدرجة الخامسة. الياء مادية، الميم تفخيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط، الصاد تفخيم، الراء تفخيم، المد طبيعي، الطاء تفخيم. الدرجة الثانية الذين همزة وصل، اللام ترقيق، الذال ترقيق، الياء مادية، المد طبيعي، النون ترقيق. أنعمت همزة وصل ترقيق، الهمزة هنا همزة قطع. صراط الذين أنعمت، الهمزة في هذا الموضع همزة قطع ترقيق. النون ترقيق، العين ترقيق، الميم ترقيق، التاء ترقيق. عليهم، العين ترقيق، اللام ترقيق، الياء ترقيق، الهاء ترقيق، الميم ترقيق. غير المغضوب عليهم، غير، الغين تفخيم. الدرجة الثانية الياء ترقيق، الراء أيضا ترقيق وصفا بالتلاوة لأنه كسر. المغضوب همزة وصل، لام قمرية ترقيق، الميم ترقيق، الغين تفخيم. الدرجة الرابعة إن الفتح مع المد يليه الفتح، يليه الضم، يليه السكون، يليه الكسر. المغضوب. الضاد تفخيم. الدرجة الثالثة الواو مادية وصلا للتلاوة، المد مد طبيعي ويرقق حرف الباء في الفرقان من بدءه إلى غيره. عليهم، العين ترقيق، اللام ترقيق، الياء ترقيق، الهاء ترقيق، الميم ترقيق. ولا الضاء، الواو ترقيق، اللام ترقيق، ولا الضاء، والهمزة همزة وصل، واللام لام شمسية. نصل الآن إلى حرف الضاد. حرف الضاد إحدى حروف الاستطالة، وكما بينت لحضراتكم عليك أن تركز أثناء تلاوة هذا الحرف، فلا تقم بتخريجه من مخرج حرف الدال، فلا تقل ولا الدال،
من مخرج حرف الضاء فلا تقل ولا الضاء، من مخرج حرف الطاء فلا تقل ولا الطاء. بل عليك أن تلتزم حرف السفالة واشترك اللسان بأكمله أثناء النطق به، شرط ألا ينقلب منك إلى حرف آخر حتى لا تقع في خطأ جلي يترتب عليه تغيير المعنى. التطبيق العملي ولا الضاء إلا أن هنا مد. لو نظرت إلى حرف الضاد هنا تبع بمد، وتبع المد بحرف مشدد في نفس الكلمة. لو تبع حرف المد بحرف مشدد في نفس الكلمة نلتقي بنوع من أنواع المدود في القرآن الكريم، ويسمى بالمد الكلمي المثقل. يبقى اسم المد ايه؟ مد كلمي مثقل. نمده كام؟ اقتداء بتلاوة سيدنا رسول الله اللهم صل عليه 6 حركات، وانصت للإمام وهو يصلي ولكن لا تعد. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتعد وأنت خارج الصلاة حتى تضبط المد، فإن دخلت الصلاة فلا عدد، حتى لا يأتي لك الذي يوسوس في صدور الناس ويقول لك عد يا رجل ثم تأدي 6 حركات. لا، العدد وأنت خارج الصلاة، فإن دخلت الصلاة فلا عدد. أيها الأحبة، أما بالنسبة لحرف اللام هنا فإنه يرقق لأنه ليس في لفظ الجلالة، والياء ياء مادية، والمد مد عاضد بسكون العاضد. كما بينت لحضراتكم هل شذ حرفا واحدا من حروف الهجاء فيما تلوناه في الفاتحة عن قاعدة التفخيم والترقيق؟ الإجابة لا. كذا جميع حروف الهجاء في القرآن الكريم إما أن نتلوها مفخمة أو نتلوها مرققة وفقا للأحكام، والله الموفق والمستعان. اللهم اجعله من القلب إلى القلوب، وفقنا للعمل بما سمعنا، واجعل اللهم القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا وكاشف غمنا وساتر أرضنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، اجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اختم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على أعدائنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا فيها بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا ندعوك بخير ما دعاك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، نستعيذ بك من شر ما استعاذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم آتي كلا منا سؤله، ويسر لكل منا أمره، واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت يا مولانا العزيز العزيز الأكرم. الله ورسوله أعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.